بعد تصريح المدعو هاني حتحوت المشجع السابق لنادي الزمالك والمذيع الحالي بقناة مودرن سبورت الوليدة، تصريح مفاده ان كابتن اعظم عظيم في تاريخ الرياضه المصريه وهو كابتن محمود الخطيب ان هو غاضب جدا من مجلس اداره النادي الاهلي وما بيحضرش الجلسات وما بيروحش النادي لان مجلس الاداره همشه ومنح كل صلاحياته الكابتن سيد عبد الحفيظ والباشمهندس ياسين منصور. أما مجلس إدارة النادي الأهلي اشتكى هذا المدعو هاني حتحوت للجنة ضبط الأداء الإعلامي اللي بيترأسها الزملكاوي المحترم الباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، ليتدخل في الأمر السيد طارق سعدة الزملكاوي المذيع بقناة الزمالك السابق الزملكاوي القلب والهوى، وتدخل في الامر وعمل تحقيق سوري كده، جاب هاني حتحوت وجاب الممثل القانوني لقناه مودرن سبورت وعمل تحقيق سوري كده، وفي الاخر طلع بيان ان هاني حتحوت مش مخطئ وان من حق الصحفي ان هو ما يقولش على المصدر بتاعه، لان هاني حتحوت قال ان عرفت الكلام ده من عضو مجلس اداره في النادي الاهلي. طب يا سيدي يقولوا هو مين؟ لا ما هو من حقه انه ما يقولش. طب لو كذب افرض كان كذاب يا سيد يا طارق يا سعده، افرض هاني حتحوت ده كان كذاب، ليه يا سيدي هو صادق بنسبه 99%، مش في 1% ان هو يكون كذاب. اي حد يقول اي كلام كده انت تصدقه؟ لا خلاص مش من حقه، مش من حق اي حد ان هو يطلب منه معرفه المصدر. طب هو طلع كذاب خلاص انت بتحمي الكذب، انت بتشرع عن الكذب يا طارق يا سعده. اذا كان انت بتزين خطاباتك بكذب وهو النائب طارق سعده وانت نائب سابق حتى، طب ازاي اقول ايه؟ رئيس البرلمان ساكت على الكلام ده، ازاي واحد مش عضو برلماني يزين خطاباته بتوقيع النائب طارق سعده؟ ولا الامر فيه ايه؟ ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ ولا هي كل حاجه اتزملكت في زمن الزملكه؟ ولكن في ربنا وفي عدل اللي ربنا هنشوفه رؤى العين فيكم ان شاء الله وقريب قوي.